وفاء قلعت الحجاب. اللي ما يعرفش وفاء، هي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب، هي يوتيوبر، هي وجوزها حمدي. عندهم قناة شهيرة اسمها حمدي ووفاء. دايما من ساعة ما طلعوا هي بتلبس حجاب دايما وما كانتش بتقلعه خالص، لكن من فترة قلعت الحجاب زي ما انتم شايفين وبقت بتظهر بشعرها. ولكن الغريب ان فيديوهاتها بشعرها على اليوتيوب فيديوهات مدفوعة يعني انت عشان تشوف الفيديو بتاعها وهي بشعرها انت بتدفع فلوس، لازم تكون مشترك في قناة حمدي وفاء وبتدفع اشتراك شهري عشان تشوف الفيديوهات بتاعتهم. فالموضوع غريب جدا، يعني حمدي موافق ان مراته الناس تشوفها من غير الحجاب، ولكن اللي بيدفع بس. لكن اللي انت ما بتدفعش لا، فانت كده مش من حقك تشوف مراتي غير بالحجاب وانت زيك زي بقية الناس. الحقيقة أنا مش فاهم إيه اللي ممكن يوصل حد إن هو يتخلى عن حجابه عشان أي سبب. يعني هي من ساعة ما هما الفلوس زادت معاهم والخير بدأ يزيد وربنا اداهم شوية، خلاص بدأت إن هي تنسى حجابها وتنسى بعض الأساسيات في دينها. الغريب برضو إن بنتها خلتها تقلع الحجاب، يعني ما اكتفتش بيها هي نفسها، لا بنتها برضو خلعت الحجاب. اصبح ان كل اللي في العيله اللي كانوا محجبين ما بقوش محجبين. وبرضو انت عايز تشوف فيديوهاتهم وهم بشعرهم لازم تكون مشترك في قناتهم وبتدفع عضويه شهريه. فحمدي بصراحه مش عارف اقول له ايه، يعني احييه على تفكيره. راجل عنده تفكير وشايف ان دي الصوره المناسبه ان عيلته تظهر بيها. سايب لكم انتوا التعليق بقى يا جماعه، بس كده.